هاي، ازيكم؟ ايه الاخبار النهارده؟ كويسين؟ طيب زي الفل. يلا بينا. بتبدا الحكايه مع واحد بروفيسور اسمه ميل، قاعد كده مش على بعضيه ومستني واحده اسمها جي جي، وبيقترح ان ميل بعت جي جي علشان تجيب شويه حاجات تدين شركه ادويه اسمها بي تي اتش. الشركه دي هي شركه ادويه لكن بتعمل ادويه مش كويسه، بتاذي الناس، وده علشان تزود ارباحها. فميل وجي جي قرروا ان هم يفضحوا الشركه دي، ولكن صاحب الشركه دي بعت ناس علشان يقتلهم قبل ما يفضحوهم. ده اللي خلى ميل يضطر ان هو يضحي بنفسه علشان جي جي تهرب وتفضحهم هي لوحدها، وعمل نفسه كبش فداء. بس برضه بعد ما العصابه دي خلصت عليه شافوا جي جي، والحمد لله يعني جي جي قدرت انها تهرب منهم، ولكن مش لوقت طويل. بنروح بعد كده لواحد اسمه وينستون. الشخص ده شغال في الشركه بتاعت بي تي اتش، وبيربي ابن مراته اللي توفت واللي ملهوش غيره، ولكن ابن مراته ده بيعامله بطريقه مش كويسه لانه مش ابوه اساسا. بس مع ذلك وينستون يعني بيحبه جدا وبيخاف عليه قوي، وده علشان وينستون قلبه طيب. ولما نزلوا هما الاثنين من البيت علشان وينستون يوصل ابنه الاتوبيس المدرسه، بيشوفوا جارتهم واحد بيغلس عليها علشان يخليها تمضي على عقد بيع المحل بتاعها بالعافيه، وده علشان الشخص ده تابع لشركه عقارات وعاوزين يعملوا كومباوند في الحته دي، فبيشتروا العقارات دي بتراب الفلوس وبالعافيه. وينستون كان عاوز يساعد الست دي لكن كان خايف من الناس زي، وكل اللي قدر يعمله ان هو انقذ منهم القطه بتاعه الست دي، وبياخد ابنه بعد كده علشان يوصلوا للاتوبيس. والمفروض يعني ابنه مشترك في مسابقه رقص، وكان متوتر جدا علشان الاداء بتاعه النهارده. وينستون حاول ان هو يدعمه ويكبر ثقته في نفسه وكده، ولكن الواد ده عيل تلح، كلامه كله واقف كده وبيعامل وينستون بطريقه وحشه جدا. بس برضه مع ذلك وينستون بيتقبل معامله الولد واللي اسمه بالمناسبه ويد. على كل حال بيركب الاتوبيس وينستون بعد كده بيروح الشغل بتاعه اللي هو في شركه الادويه بي تي اتش، واللي بيطرح ان وينستون شغال فيها هناك عامل نظافه. بس كان واضح على الشركه كده انها شركه تحت بير السلم، تبان شركه سمنه مهدرجه. المهم في الوقت ده بيتصل بيه التامين الطبي بتاعه، بيقولوا له ان نتائج التحاليل بتاعته ظهرت، وان يعني في حاجه مش كويسه عاوزين يقولوا له عليها. فوينستون بيخلص الشغل وبيروح المستشفى. هناك بيقابله الدكتور بتاعه بيقول له شويه كلام كتير فحواه ان وينستون عنده ورم في المخ، واللي قدامه مش كتير يعني 6 شهور لسنه. بس الدكتور قال له ان في بصيص امل، الا وهو ان الشركه اللي هو شغال فيها دي عندها العلاج بتاعه، ولكن التامين الطبي بتاعه ما يغطيش مصاريف العلاج ده. وينستون قال له خلاص انا هحاول اتصرف، وبيسيب الدكتور بيتصل بشركه التامين املا منه يعني ان هو يحاول يستملهم ويستعطفهم علشان يعالجوه، ولكن شركه التامين عملت عبيطه وقفلت في وشه السكه. على الجانب التاني بنروح لصاحب الشركه دي واللي اسمه بوب، واخوه الصغير فريدز، واخيرا المساعده بتاعته كيسي. بوب كان بيتابع موضوع البروفيسور ميل وجي جي، وكان متضايق جدا ان جي جي هربت، وقال لاخوه الصغير فريدز يتصرف في الموضوع ده ويخلص على البنت دي قبل ما تفضحهم الفضيحه الكبيره. فريدز بعد كده بيروح لنفس العصابه اللي بعتها علشان يقتل ميل، وبعتهم على بيت جي جي علشان يخلصوا عليها، وعلى طول العصابه دي راحت على بيت جي جي، ولكن لما فتشت البيت حته حته ما لقتش فيه جي جي، فاخروا بعضهم ومشيوا. وبيتضح ان جي جي واقفه بره اساسا بتتفرج عليهم. استنتهم لما هم مشيوا، دخلت البيت اخدت الشنطه بتاعتها ومشيت منه نهائيا. بنروح بعد كده المدرسة اللي فيها ويد، وهناك بيجي ميعاد الأداء بتاعه، ولكن ويد بيأدي أداء زي الزفت، أو تقريبا ما قدمش أداء أساسا، وده اللي خلى ويد يتعصب بزيادة لأنه بقى مضحكة الناس. أما وينستون على الجانب التاني فبيخش على رصيد البنك بتاعه بيلاقي فيه $1000 كسور، وده كمان بالسالب، ولكن بيقدر يعرف إن صاحب الشركة اللي اسمه بوب هيكون متواجد في مكان معين في نفس الليلة دي. في اللحظة دي دخل عليه ابن ويد، فعلى طول وينستون خبى التقرير الطبي وقفل اللابتوب علشان ويد ما يعرفش أي حاجة. ولما اتكلم معاه سأله عن أداؤه النهارده ويد فش غله فيه، ولا بقول لك ايه يالا انت خنقتني، ما تعمل حاجه وينستون عبطه ولا حاجه. بس مع ذلك شوف يا اخي اللي عمله وينستون، لبس له فستان وفضل يرقص له علشان يخليه يفك شويه، ولكن بعدها بشويه وينستون تعب جدا وقال له ويد بقول لك ايه معلش بقى نخليها بكره علشان انا خلاص مش قادر. كمان قال له بعد كده ان هو ولد كويس جدا وانه المفروض يؤمن بقدراته، وراح واخد التقرير الطبي بتاعه ونزل من الشقه، رمى التقرير ده في الزباله واتمشى بالفستان في الشارع، وراح على فين؟ على المكان الموجود فيه بوب. هناك بوب كان قاعد مع رئيس عصابه مشهور جدا، وبيتضح ان رئيس العصابه ده هو اللي بيمول شركه بوب. رئيس العصابه قال لبوب بقول لك ايه يالا، الكلام على الشركه بتاعتك ابتدى يكتر وانا رامي فلوس كتير في الشركه بتاعتك، عارف يا بوب لو الفلوس دي خسرت او نزل منها سنت واحد كل سنت ينزل بكيلو لحمه من جسمك، انت عارفني كويس. بوب طمنه ولا ما تقلقش الموضوع كله تحت السيطره، والبنت الوحيده اللي هاربه اللي اسمها جي جي خلاص قربنا نوصل لها. وبيرجع بعد كده بيقعد تاني مع اصدقائه. في الوقت ده وينستون بيجي له وبيشرح له ظروفه وبيقول ان هو شغال في الشركه عنده وانه محتاج يعني من بوب ان هو يتكفل بعلاجه والا هيموت في خلال سنه بالكتير. بوب قال له يا حبيبي بس كده، انا
انا عينيا ليك ولكل الناس اللي شغالين عندي. بقول لك ايه، السكرتيره بتاعتي كيسي هتاخدك على جنب كده علشان تاخد منك البيانات المطلوبه وهتساعدك في كل اللي انت عاوزه. وفعلا كيسي اخدته في مكان كده بعيد عن بوب شويه وقالت له استناني بره المبنى عند الباب. فوينستون سمع كلامها وطلع من الباب، والباب بعد كده اتقفل وما فتحش تاني. وينستون فضل يخبط ويقول لهم افتحوا لي يا جماعه، ولكن ما حدش رد. بس بعدها بيسمع بوب وكيسي جايبين سيرته وبيتريقوا عليه وبيقولوا كلام كتير في حواه، يعني انهم ما كانوش ناويين يساعدوا وينستون اساسا، فاتحينها جمعيه خيريه اصل هم. وينستون سمع الكلام ده كله بودنه، ده اللي خلاه استشاط غضبا وعلى طول طلع على الشركه بتاعه الادويه ودخل بالعربيه بتاعته. هناك كانت جي جي واقفه مستنيه اي حد يفتح باب الشركه علشان هي كمان تدخل الشركه، وطبعا استغلت ان وينستون فتح باب الشركه فدخلت وراه، وكل واحد فيهم بيدخل الشركه علشان يعمل اللي هو عاوزه. وينستون كان داخل عشان يسرق الشركه، اما جي جي فكانت داخله الشركه علشان تجمع اي دليل يدين الشركه. المهم وينستون بيمسك الشرشوبه بتاعته بيحطها في نفايات سامه موجوده جوه الشركه، والنفايات دي كانت مشعه جدا. المهم يعني اخد الشرشوبه دي ودخل بيها على حارس الامن اللي ماسك الخزنه وثبته وسرق شويه فلوس كتيره من الخزنه. اما جي جي على الجانب التاني فاخدت عينه من المواد اللي الشركه بتستخدمها في صنع الادويه. في اللحظه دي بنتفاجئ بالعصابه اللي فريدز اخو بوب مؤجرهم بيحوموا في المكان بيدوروا على جي جي. ده اللي خلى جي جي ارتبكت شويه وقررت انها تهرب، ولسه هتهرب خبطت في وينستون اللي كان هو كمان خارج بيهرب. فالماده اللي معاها اللي هي الدليل وقعت على الفلوس اللي وينستون سراها وحرقتها. على كل حال جي جي في الوقت ده لما بيشوف العصابه قربت عليها بسرعه بتاخد تصريح الدخول بتاع وينستون وبتهرب، اما العصابه فبتطارد وينستون وقدروا ان هم في الاخر يزنقوه. وعلى طول نزل واحد من العصابه وبدون اي مقدمات خلص على وينستون. فريدز قال لهم ايه اللي انتوا هببتوه ده؟ مش هو ده اللي احنا بنطارده، احنا بندور على جي جي. بقى ده منظر واحده اسمها جي جي. العصابه قالوا له يا عم انت مش قلت لنا نخلص على اي شهود بدون اي رحمه؟ فريدز قال لهم صدقوني انتوا شويه اغبياء. طيب بقول لكم ايه بقى، خلصونا من الجثه دي ونضفوا المكان. فالعصابه عملت ايه؟ مسكوا الجثه بتاعت وينستون وكمان الشرشوبه بتاعته اللي فيها المواد المشعه ورموهم في حوض ميه. واللي بيحصل بقى جوه في حوض الميه ده بلاوي. فجاه كده المواد المشعه الموجوده في الشرشوبه بتتفاعل مع جسم وينستون وبترجعه تاني للحياه. مش بس كده، ده كمان بتغير شكله وبتديله قوه جامده جدا بتخلي وينستون خارج خرقان محدش اتخرقه قبل كده، لكن شكله يعني ما تحبش تتصبح بيه كل يوم الصبح. وينستون بعد كده بيتمشى علشان يرجع البيت ويروح لابنه. هناك برضه كان موجود الشخص اياه اللي بيغلس على جارته علشان يمضيها على عقد البيع. المهم وينستون بيسحب ويطلع على سلم الخدامين علشان يتكلم مع ابنه، ولكن ابنه اول ما شافه طبعا اتخض منه ورمى عليه حاجه جت في وشه. فوينستون توازنه اختل ووقع على العربيه بتاعه الشخص الشرير اللي بيمضي جارته على عقد البيع. طبعا الشخص ده اول ما شاف وينستون طبق له العربيه، فضل يشتمه ويقول له انت مين وعملت كده ليه يا حيوان والكلام ده كله. فوينستون راح عليه بكل بساطه شد له دراعه وشاله من مكانه، وده من غير ما وينستون يبذل اي مجهود. فالناس كلها في الوقت ده دخلت في حاله ذعر واتلموا على وينستون علشان يقتلوه. ده اللي خلى وينستون يهرب ويسيبهم. اما جارته فاستغلت الهرج والمرج اللي بيحصل وشدد عقد البيع تاني من جيب الراجل الشرير. اما وينستون فكل ناس المنطقه بتطارده، لا حرفيا يعني كانه واحد من جيش الاعداء. بس الحمد لله يعني وينستون قدر ان هو يهرب منهم واستخبى ورا شجره كبيره. في الوقت ده وينستون كان مجهد جدا، ده اللي خلاه نام مكانه. ولما بيصحى بيلاقي نفسه قدام واحد مناخوليا شويه بيرحب بيه وبيقول له اهلا انت صحيت، ايه عامل الكتير نايم؟ قال له قول لي يالا انت شكلك عامل كده ليه؟ فوينستون شرح له اللي حصل له. الراجل ده قال له والله هم عملوا معاك زي ما عملوا معايا؟ وينستون قال له مش فاهمك. الراجل ده قال له ان هو كان دكتور في شركه ادويه، ولما حصل خلاف بينه وبين الشركه جردوني من كل الامتيازات بتاعتي ورموني في الشارع، وادينا اهو زي ما انت شايف كده. وينستون قال له ايه يعني انت دكتور؟ الراجل قال له ايوه دكتور. وسال وينستون بعد كده انت عاوز ايه من الدنيا؟ وينستون قال له انا عاوز ابني. الراجل قال له خلاص يبقى تحارب علشان ابنك وعلشان تحمي ابنك، وهو ده دورك في الحياه يا وينستون، اوعى تتخلى عن ابنك. فوينستون الكلمتين دول شجعوه جدا وراح واخد الشرشوبه بتاعته وساب الراجل ده ومشي. واثناء ما كان في طريقه علشان يروح لابنه بيلاقي عصابه كده غريبه شويه محتجزين ناس جوه مطعم علشان ليهم مطالب معينه من المطعم نفسه، وده لان المطعم نفسه كان بيعمل وجبه معينه ولكن بطل يعمل الوجبه دي. فالناس زي قررت انها تصحى على المطعم علشان تربيهم. شوف يا اخي الفضا واصل بيهم لغايه فين. المهم العصابه دي كانت بتعامل الناس اللي جوه بطريقه وحشه جدا، منهم واحده عاميه كانوا بيتعاملوا معاها بطريقه فظه، ولما ردت عليهم كانوا هيخلصوا عليها. في اللحظه دي وينستون دخل عليهم. في الاول طبعا خافوا منه اول ما شافوه وعلى طول قرروا انهم يخلصوا عليه، ولكن وينستون ما ادالهمش الفرصه ومسكهم كلهم خلص عليهم بطرق كلها جديده. وقوه وينستون كانت مرعبه، ولكن بيقدر ينقذ كل الناس اللي جوه. ولما بيخرج بعد كده من المطعم الشرطه اللي بره المطعم كانوا هيجهزوا عليه. في الوقت ده بتيجي الناس اللي في المطعم بتقول لهم لا يا جماعه ده الراجل ده هو اللي انقذنا وان الراجل ده بطل. فكل الناس الموجوده بره بتحتفل بوينستون وبيسقفوا له وبيعاملوه على انه بطل. ومين بقى
اللي بيشوفه في التلفزيون ابنه. ولما المذيعين بيتكلموا مع وينستون ابنه بيدرك من كلامه ان ده ابوه. مش بس كده، بوب كمان هو وفريدز بياخدوا بالهم ان الشخص ده هو وينستون اللي جه واستنجد بيه. بوب قال لهم بقول لكم ايه، انا عاوز الشخص ده ضروري، الشخص ده يجي لي هنا علشان عاوز اسحب منه عينات، لازم القوه بتاعته دي انا اخدها منه. كمان برضه في نفس الوقت الشخص الشرير اللي وينستون قطع له ايديه بيشوفه في التلفزيون وبيقول لابوه ان هو ده اللي عمل فيه كده. وابوه بيطرح مين؟ رئيس العصابه اللي بيمول الشركه بتاعه الادويه بتاعه بوب اساسا. شوف يا اخي الدنيا دي صغيره جدا. المهم رئيس العصابه ده هو كمان بيطلع شويه رجاله كده علشان يروحوا يقتلوا وينستون. ايه يا عم وينستون، الدنيا كلها بتدور عليك. وينستون في الوقت ده ما كانش فاضي، كان بيعمل بيبي في مدخنه بتاعه بيت، والبيبي بتاعه سيح المدخنه. بالك انت من هنا رمز فيلم غبي منه فيه نفس البيبي. على كل حال يعني ويد على الجانب التاني بتجيله جي البيت علشان تاخده وتمشي قبل ما حد يجي وياخده ويبتز بيه وينستون. فويد قال لها انا ازاي هثق فيكي. راحت جي مورياله تصريح الدخول بتاع وينستون، كمان فهمته على كل حاجه حصلت لوينستون وايه اللي خلاه وصل للمرحله دي. فويد قال لها انت ليه بتعملي كده في الشركه دي؟ ليه عاوزه تفضحيها؟ جي قالت له ان مامتها كانت بتاخد برشام من الشركه دي وان البرشام ده كان السبب في انهاء حياتها، فعلشان كده بقى جي عاوزه تنتقم من الشركه دي وتفضحها قبل ما تتسبب في خسائر بشريه اكتر. في اللحظه دي بيحسوا بالعصابه جايه عليهم، ده اللي بيخليهم يهربوا على طول. والعصابه لما تدخل البيت بيلاقوهم هربوا، بس بيجي واحد محنك من العصابه دي بيضرب ويد قبل ما يهرب بجهاز تتبع. وزي ما كان ويد وجي بيهربوا بيتكعبلوا في وينستون بيقول لجي انت بتعمل ايه مع ابني؟ ابعدي عن ابني. فويد هداه وقال له انها بتساعده ولسه هيقربوا من بعض. فجاه كده وينستون بيضرب بالنار وبيطرح دول مين؟ الرجاله بتاعت رئيس العصابه. فبسرعه جي بتاخد ويد وبيهربوا. اما وينستون فبيقوم تاني وبيقتل الشخص اللي ضربه بالنار. وجي على الجانب التاني هي ويد بيسمعوا صوت جهاز التتبع اللي موجود على رجل ويد. وقبل ما يدركوا اللي بيحصل كان واحد من العصابه وصل لهم للمكان، ضرب جي بالرصاص واخد ويد ومشي. ووينستون على الجانب التاني بيخلص على رجاله رئيس العصابه ده واحد لغايه ما بيبشبرهم كلهم. بياخد عربيتهم وبيدور على ابنه ويد، ولكن كل اللي بيلاقيه جي متصابه. على طول وينستون بياخد جي بيوديها عند الدكتور الموجود وسط الغابه وبيقول له ان هو ينقذ جي بسرعه. فالراجل ده بيقول له انقذها ازاي؟ وينستون قال له يا عم مش انت دكتور؟ الراجل ده قال له مين اللي قال لك ان انا دكتور يا ابني؟ انا طيار دليفري. وينستون قال له يا اخي ينعل، وما كانش عارف يعمل ايه علشان ينقذ جي. ده اللي خلاه يضطر ان هو يرتجل، جرح نفسه وخلى الدم بتاعه ينزل على مكان الجرح بتاع جي وفعلا الدم بتاعه شفاها. في نفس الوقت على الجانب الثاني فريز اخو بوب بياخد ويد علشان يوديه لاخوه، وفهم ويد يعني ان هو يطمن وانهم مش عاوزين منه اي حاجه وكل اللي عاوزينه ابوه. ويد قال له انت فاكر ان ابويا هيسيبكم كده؟ انت ليك شفت قوته عامله ازاي؟ تخيل بقى لما يعرف انك انتوا خطفتوا ابنه، شوف هيعمل فيكم ايه. فتقدروا تقولوا ان فريدز في الوقت ده الكرسي بتاعه اللي قاعد عليه ما كانش نظيف قوي يعني. على كل حال بياخدوه بيحبسوه في اوضه كده جوه الفيلا بتاعت بوب. وعلى الجانب التاني وينستون وجي كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض وهما الاثنين بيشكوا همهم لبعضيهم. كمان جي بتفهم وينستون كل البلاوي اللي شركه الادويه دي بتعملها وان بسببها راح ضحايا كتير. وينستون قال لها خلاص يبقى الشركه دي تتقفل وتتدمر، هي واصحابها واللي خلفوا اصحابها. وبيعمل ايه؟ بيروح لمكان الفرقه الاجراميه اللي فريدز مشغلها لحسابه، وبيتضح ان الفرقه الاجراميه دي ليها جانب فني. قال ايه؟ عاملين مسرح وستيج وبيغنوا ولمين الناس حواليهم. بكل بساطه كده وينستون بيدخل عليهم بيخلص عليهم قدام الناس كلها، ومش اي تخليص سيادتك، ده كان حرفيا بيخلع منهم كل حاجه. المهم يعني بعد ما خلص عليهم كلهم نفر مش بيتبقى منهم غير واحد بس كده ضخم شويه. الشخص ده كان بيحاول يهرب بس وينستون وجي عملوا له كمين ومسكوه وشالوا من على راسه ماسك كده كان لابسه. واول ما شالوا الماسك شافوا اوه ماي جاد، ايه ده؟ تجربه علميه فاشله دي ولا ايه؟ على كل حال يعني بيستجوبوه وبيعرفوا منه مكان بوب فين. على طول بيروحوا على المكان ده بيبصوا من بعيد كده بيشوفوا ايه الدنيا. وينستون بيشوف ان في 2 حراس ماسكين اسلحه تقيله شويه واقفين بيحرسوا المكان. فجي قالت له خليك انت وانا هخش الدخله دي مكانك، انا عندي خطه جامده قوي. وراح قال ايه؟ قال داخل عليهم بطريقه متدلعه كده علشان تستدرجهم. يحصل ايه؟ هما الاثنين بيتزاولوا مره واحده وبيوجهوا اسلحتهم لبعض وبيضربوا بعض بالغلط. شوف يا اخي الحظ لما يخدم. وينستون بيقول لجي الله ده ايه الخطط الجامده دي؟ جي قالت له مش هي دي الخطه اللي كانت في دماغي خالص. في اللحظه دي بيشوفوا ويد محبوس في الاوضه اللي موجوده وسط الفيلا، ولكن ويد كان عمال بيصرخ فيهم وبيقول لهم خلي بالكم، بس للاسف ما لحقوش يخلوا بالهم لان في الوقت ده بيطلع غاز منوم بينيمهم هما الاثنين. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم متكلبشين بسلاسل فولاذيه. بن بيقول له وينستون كلام كتير مفاده ان هو ناوي ياخد من النخاع الشوكي بتاعه علشان عاوز التركيبه القويه بتاعته. وعلى طول بيسيب الفريق الطب بتاعه يشتغل على وينستون. فضلوا يسحبوا منه كتير وكل مره التجربه تطلع فاشله فيرجعوا يسحبوا منه تاني، وسحبوا منه مش اقل من 5-6 ازايز.
بس، لغايه ما في الاخر اخيرا بيوصلوا لتركيبه 90% امنه وبيدوها لبوب. بوب اخد التركيبه دي وطلع القصر بتاعه وكان مبسوط جدا، ولكن انبساطه ما طولش قوي لانه فجاه كده لقى في وشه رئيس العصابه والرجاله بتاعته. رئيس العصابه قال له ها الفلوس بتاعتي فين؟ على فكره يعني الفلوس بتاعتي لو ما جاتش دلوقتي بكل بساطه هخلص عليك وهمشي. بوب قال له طيب ممكن قبل ما تخلص عليا اشرب بس المشروب المفضل بتاعي؟ رئيس العصابه قال له بس كده حبيبي اتفضل. فبوب شرب التركيبه بتاعه وينستون وعلى طول القوه دبت فيه وراح نطط على رئيس العصابه والرجاله بتاعته وخلص عليهم كلهم في لمح البصر. ولكن بعدها شكله بيتحول لشكل وحش برضه، تقريبا كده شكل خروف او معزه حاجه زي كده. في اللحظه دي كيسي السكرتيره بتاعته بتدخل عليه، بتلاقيه في الحاله دي والغريب انها بتفرح مش بتزعل. مش بس كده، ده كمان بتروح على الكاس اللي كان فيه التركيبه وبتحاول تلحس اللي باقي فيه. بعدها بتنزل الفريق الطبي وبتاخد معاها بوب وبتقول لهم بقول لكم ايه، شوفوا له اي علاج للاثار الجانبيه دي، انا عاوزه بوب يرجع تاني لشكله الطبيعي ويحتفظ بقوته. في الوقت ده فريز بيجي لها بيقول لها ها هتعملي ايه في ويد؟ قالت له انها هتخلص عليه وكانت عاوزه تبعت 2 علشان يخلصوا عليه. فريز قال لهم لا محدش يخلص عليه، ده عيل صغير، انت ازاي عاوزه تعملي حاجه زي كده؟ كيس قالت له ايه انت هتكسر كلامي ولا ايه؟ وراحت ماسكاه مدياله علقه زي الفل وبعدت الاتنين التانيين علشان يخلصوا على ويد. في الوقت ده جي جي ووينستون بيسمعوها من جوه، فعلى طول وينستون كان بيحاول يحرر نفسه ولكن ما كانش قادر على السلاسل دي. ده اللي خلاه يعمل ايه؟ ايوه لو فاكرين البيبي بتاع وينستون بيسيح اي حاجه، وده اللي وينستون عمله، مش لازم نخش في تفاصيل. بيحرر نفسه وبيحرر جي جي وبسرعه بيخرجوا علشان ينقذوا ويد. في الوقت ده الاتنين التانيين كانوا وصلوا المكان اللي موجود فيه ويد ولسه هيخلصوا عليه. وينستون بيخلص على واحد منهم ولكن التاني بيفتح النار كده عشوائي وبيفجر المكان اللي موجود فيه ويد. طبعا وينستون في اللحظه دي بيتجنن وبيبص كده بيلاقي قدامه بوب وهما الاتنين على طول بيشتبكوا مع بعض، وطبعا بتدور بينهم خناقه عنيفه جدا لانهم هما الاتنين اقوياء جدا. في نفس الوقت كيسي بتشتبك هي كمان مع جي جي وبقى شغال اشتباك رجالي واشتباك نسائي، ضربه من هنا على صرخه من هنا. جي جي بتمسك كومبليشن بتضرب بيه كيسي في وشها وبعد كده بتاخد نفس الكومبليشن ده بتضرب بيه بوب تحت الحزام في الوقت اللي بوب كان على وشك فيه ان هو يخلص على وينستون. في الوقت ده وينستون راح هاجم عليه مره تانية وانهال عليه بالبواني والشلاليت. بقول لك ايه يا وينستون، في حل تاني جامد جدا على فكره تخلص بيه بسرعه عليه، انت فاهم ها؟ البيبي. المهم في اللحظه اللي وينستون كان هيخلص فيها على بوب بيتفاجئ بابنه بينده عليه، فوينستون ما صدقش ان ابنه قدام عينيه. ويا ترى اللي حصل؟ فريدز انقذه قبل ما المكان ده ينفجر. الله عليك ابو الفرافيز. وفي الوقت ده ويد لاول مره بينده وينستون ببابا. وينستون طبعا كان فرحان جدا، ولكن في اللحظه دي بوب بيقوم تاني وبيحاول يهجم على وينستون، فوينستون بيمسكه وبيرميه جوه كبوت العربيه عند الموتور وبيقول لجي جي بعد كده شغل الموتور. فبتشغل الموتور والموتور بيقطع بوب بترانشات لانشون. وينستون بعد كده بيتمشى ناحيه ويد علشان يحضنه، ولكن برضه ملحقش يوصل لان في الوقت ده بتيجي المزغوده اللي اسمها كيسي وبتغرس فيه رمح من ظهره. ففريدز بيجي علشان يدافع عن ويد، بتروح شايله له حته من رقبته على السريع. في الوقت ده وينستون بيقوم تاني وبياخد كيسي وبيروح بيها جنب برميل هينفجر، وفعلا بينفجر بيهم هما الاتنين. ولكن يا ترى يا هل ترى وينستون هيعيش؟ بنروح بعد كده المستشفى وبيطرح ان وينستون عايش. مش بس كده سيادتك، ده كمان بيجي له الدكتور بتاعه اللي كان ماسك حالته بيقول له ان الاعراض اللي كانت عنده في مخه راحت كلها وان وينستون بقى زي الفل وهيعيش 300 سنه على الاقل. كمان وهو خارج من المستشفى كل الناس كانت مستنياه علشان تحتفل بخروجه، وده لان المدينه كلها كانوا شايفين في وينستون البطل الخارق اللي انقذها. وجي جي كانت باصه من بعيد وكانت فخوره بيه جدا. كمان ابنه ويد كان فخور بابوه جدا وراح عليه وحضنه وسط الناس كلها، وده كان مخلي وينستون في قمه السعاده. هو ده الشخص الوحيد اللي يهمه حبه مش اي حد تاني. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل للناس اكتر. ولو انت اول مره تسمعني ومش مشترك في القناه فاشترك كده وفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.